بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم يا أغلى الناس. اليوم راح نشارك معكم ونبارطاجي معكم مملحات جيري. هذه المملحات بزاف هايلين، تبعوا لا فيديو للاخر وتشوفوا كيف حضرتهم وش حطيت فيهم كامل، لانه هذه المملحه مليحه خاصه المناسبات، مليحه بالبزاف لانه شكلها راقي والبنه ما خلاتش. اول حاجه بديت بها هي جبت طرف نتاع صدر نتاع الدجاج، قطعته على شكل مربعات وحطيته في المقله، وحطيت فيها 2 ملاعق كبار نتاع الزيت، ودرت فيها لي زيبيس، حطيت فيها الكزبر، الكمون، راس عفوا الفلفل الكحل وشويه نتاع الملح. بعد ما تقلى لي هذاك الدجاج راح نزيد معاه البصل، حتى هو قطعته بالشكل هذا، نخليهم يزيدوا يتقلاو مليح مع بعض، والبصل هذاك يعطي واحد البنه ما شاء الله. كاين اللي يحط فيها الثوم، ما يحطش فيها البصل، مي انا نفضل اني نحط البصل احسن، لانه البنه نتاع البصل احسن واحسن. والماكله هذه اذواق، كل واحد والذوق نتاعو. كاين اللي يحب يعني الثوم، وكاين اللي يحب يدير فيه البصل. هنا جبت لاشوار نتاعي ورحيتو فيه، لازم يترحى كيما هكا. هنايا جبت بطاطا حتى هي غليتها في الماء، وراح نمعسها هكا بالفرشيطه، نرحيها مليح مليح، لازم تترحى حتى هي، يعني غليتها بالقشور نتاعها في الماء حتى انطبت لي. درت 2 حبيبات نتاع بطاطا صغار، يعني ما همش كبار بزاف، ورحيتهم بالشكل هذا، وراح نخلطهم مع بعض هو والدجاج. راح نرحيهم كيف كيف. حتى البطاطا درت فيها شويه تاع الملح، شويه برك، هذا مكان، يعني الملح ديما ما نكثروش فيه، لانه راح نديرو فيه الفرماج. هنايا درت فيها مغرف نتاع لاشابلور، الخبز اليابس المرحي. كاين اللي يزيد فيها المايزينا، مي انا نفضل الخبز اليابس المرحي احسن، لانه هو اللي فيه البنه. المايزينا انا ديما نحسها باللي تاع الحاجه الحلوه تاع الكاطوات، وكما قلت لكم كل واحد والذوق نتاعو. هنايا جبت بعد ما يعني خلطتهم مع بعض مليح، جبت الفارينه والبيضه ولا شابلور والفرماج، اي فرماج عندك، الفرماج الطريف، فرماج شاف، ونبدا نشكل فيهم بالشكل هذا. هنايا حشيتهم بالفرماج، لانه هذاك الفرماج يزيد له واحد البنه ما شاء الله. وشكلتهم بالشكل هذا على شكل فرماجات، على شكل مثلثات بالشكل هذا، وكأنه حطيتهم في المول نتاعهم. يعني تعرفي برك كيفاه تشكليهم، هذا مكان. والنيلون هذا راح يساعدك بالبزاف، يساعدك باه تشكليهم. انا هنايا ما تعبونيش بزاف. بعد ما كملت الكميه اللي عندي كامل، بديت بالحبه الاولى، حطيتها في الفارينه، وزدت حطيتها في البيضه، ونزيد نمرغها ثاني في لاشابلور هكا، ونحطهم. درك نزيد معكم الحبه الثانيه باه تشوفوا كيفاه يعني درتهم كامل هكا. والله صدقوني يمدوا واحد المذاق ما شاء الله. اكيد انه مش راح نطيبوهم ديما مي ساعات الواحد يبدل شويه، يدير الحوايج اللي كيما هذو. هنايا يعني كنت سخنت الزيت نتاعي في المقله، سخنتها وراح نقليهم كامل بالطريقه هذه. ولازم حتى نقليوهم حتى ياخذوا هذاك اللون الذهبي، يتقلاو مليح مليح على نار تكون متوسطه، ما تكونش قويه بزاف، باه يطيب لنا من الداخل وتجي فيها واحد القرمشه ما شاء الله. هنايا بعد ما يعني قليتهم كامل، الكميه اللي عندي كامل، هنا راح نجيب الفرماج هذا، الفرماج هذا تاع لي زامبرغر وكلش،
وراح حتى هما راح نقطعهم بالشكل هذا على شكل مثلثات. راح نقيسهم على هذه المملحات اللي درتهم، اللي طيبتهم، وراح نجيب لادوي هذه ونبدا نقطع فيهم هكا باه يمدوا لي هذاك الشكل نتاع الفرماج، فرماج جيري. على بها سماو هذه المملحات مملحات جيري. على جال هذا الفرماج لانه خذا هذاك الشكل نتاع الفرماج نتاع طوم وجيري. فوالا كيما راكم تشوفوا يعني عطى هذاك الشكل. شوف كيفاش الشكل نتاعها جا هايل. وراح نحطهم فوق المملحة بالطريقة هذه هكا، هي راح تلصق فاسيلمون. وراح نجيب الاعواد الخشبيه ثاني، وراح يعني حط لصقتهم فيهم. وشوفوا الشكل النهائي كيفاه جا، بسم الله ما شاء الله. الذوق ويعني شكلا ومذاقا، يعني العين تاكل قبل الفم. من النظرة الأولى هكا يشهيو، والله يشهيو. واحد يعني المملحات يشهيو. شهيتكم في الجنة البنات. إن شاء الله يعني تجربوهم وتقولوا لي يعني في لي كومونتير اسكو عجبوكم اسكو لا لا. درك نقسم لكم الحبة من الداخل تشوفوها كيفاه جات، يعني جات فيها هذاك الفرماج من الداخل. والفرماج اشكال وانواع على حسب الفرماج اللي حطيتيه من الداخل. اذا